السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير كيما العاده والعوايد بيان سور. كيما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا زوج وصفات في فيديو واحد، بيان سور فيديو قصير ماشي طويل، والوصفات سهلين ماهلين ان شاء الله كامل تقدروا تجربوهم. كيما راكم تشوفوا راح يكون عندنا كباب عاصمي ولا كباب جزائري مريقه بيضاء اي بوراك تاع العجين بحشوه البصل والطماطم، حشوه اقتصاديه ان شاء الله كامل تقدروا تحضروها. هنايا واش راح نديرو؟ الكباب العاصمي سواء يندار باللحم ولا بالدجاج، كل واحد والمقدور تاعو، كل واحد واش عنده في دارو. هنا عندي اطراف تاع دجاج على حسب افراد العائله، عندي حميصه مشمخه وطيبه نص طياب، ملح فلفل كحل قرفه، زيت مع مغرفه سمن ولا زبده، اي بيان سور البصل تاعنا اللي يكون مقطع رقيق مع المعدنوس. راح ناخذ الزيت والزبده نخلوهم يتجانسوا شويه مع بعضهم باش ما تتحرقش، وراح نحطوا الدجاج تاعنا اللي راح نقليوه مليح، نضيفوا التوابل. من بعد مور ما يتقلى لي الدجاج بيان وياخذ هذيك التحميره والزيت تاخذ البنه تاع الدجاج، راح نضيف البصل والمعدنوس نمرقوا بالماء سخون ونغطيوه ونخليوه يطيب. بالنسبه للبطاطا المقليه راح نقطعوها شويه كبيره ونحمروها بيان، كما يقولوا الكباب يحب البطاطا تكون مقطعه شويه خشينه. من بعد ضفنا الحميصه تاعنا كي طابت، درنا البطاطا المقليه والعقده ديالنا. راح ناخذوا زوج صفار تاع ولاد الدجاج نضيفوا لهم شويه هذيك المريقه ومعدنوس، نضربوهم مليح ونفرغوهم فوق الوجه تاع البطاطا ونغطيوها نخليها تطياب طيب شويه وبصحتنا الكباب. ودوكا ندوزو ديريكتومون للبوراك تاع العجين بالحشوه تاع البصل وطماطيش. كيما راكم تشوفوا هنايا راح نبداو بالعجين ديالنا. العجينه كيفاش تندار؟ العجينه تاع البوراك هنايا راح تكون 3 كيلات فارينه، كيلو باش حبيتو. انا هنا استعملت هاد البول اللي عندي في الدار، ماشي كبير بزاف باسكو مع رمضان ما ناكلوش بزاف ماشي كيما في الفطار. دونك 3 كيلات فارينه، نديرو قرصه تاع بليتو ماشي قرصه نديرو الملح فلفل كحل والكركم، نخلطوا هاد المكونات مليح. هاد الكركم والفلفل الكحل باش يعطيو بنا لاباط تاعنا. نضيفوا نص باكي خميره كيميائيه، بيان سور تقدروا تزيدوا لي زيرب دو بروفونس اعشاب عطريه تاني تعطي واحد البنه رائعه. هنا راح نبداو نضيفوا كيله تاع الزيت، نضيفوها بالتدريج ونخلطوا، نقدروا ما نستعملوهاش كامل. راح نبسو مليح هذيك الفارينه مع الزيت بهذه الطريقه، نحكوها بين كف تاع اليد حتى تتجانس مليح وتتبسس. من بعد راح نضيفو حبه ولاد الدجاج اللي كنا ضربناها وزدناها، ونبداو نضيفو الحليب بالتدريج. هنا الكميه تاع الحليب تختلف من كميه لكميه على حساب الكيله اللي خدمنا بها. راح نبداو نضيفو حتى ونخلطو حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه، بالكو تعجنوها بزاف وما تخليوهاش يابسه. بالنسبه للبصل وطماطيش راح ناخذ بصل نقطعو رقيق ندبلو في الملح فلفل كحل زيت فلفل عكري، وراح ندير له من بعد طماطيش مصبره وشويه طماطيش مقطعه مكعبات صغيره نخليهم يدبالوا مليح. من بعد مور ما بردت العجينه تاعنا وبيان سور نشفوها من ليدام ديالها، نضيفوا الطون ولا الفرماج ولا فيونداشي ولا تقدروا تستغناو عليهم كامل، كل واحد كيما نقول دائما ونعاود المقدور ديالو. راح نحلو العجينه تاعنا مور ما ريحت بالتقريب واحد السويعه باش تجينا سهله في الحلان، ما تعاودش تولي كي تبداو تحلو. نقطعوها دوائر مربعات كل واحد يدير الشكل اللي هوالو. نديرو البصل وطماطيش، نديرو له هنايا كان عندي فخوماج درتو لداخل، نغلقوها بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، نزينوها بالفرشيطه الونسيان تاع بكري نديروا لها صفار تاع ولاد الدجاج اللي كنت خلطت له شويه حليب ولا شويه قهوه شويه سانوج. وبصحتكم، سمحوا لي طولت عليكم وهدرت بزاف.